بيكم واهلا بكل متابعيني في كل مكان وقناه اكله وتمرينه مع كابتن وفاء فيفو. والنهارده حلقه جديده رياضيه ومميزه وصحيه وغذائيه في نفس الوقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم واهلا بكل متابعيني في كل مكان من داخل مصر ومن خارج مصر. وهنتكلم عن دهون البطن والكرش وازاي ننزل بطننا. وناس كتير سألتني في كل مكان وفي كل حتة ايه هي مشكلتي في البطن، اعمل ايه عشان انزلها. ناس وزنها رفيع جدا جدا وعندها بطن، وناس حجم البطن محيط البطن عندها والاجناب عاليه جدا جدا وما بتنزلش، وعملوا كل حاجه وما فيش فايده. ازاي الكلام ده؟ طب نشوف مع بعض ازاي ومن خلال الحلقه. ويلا بينا نبدا مع بعض الحلقه ونشوف هنعمل ايه عشان ننزل دهون بطننا. دهون البطن من الدهون العنيده اللي مش هتنزل بسهوله، لان هي ما اتكونتش يا جماعه بسهوله، اتكونت على مدار شهور وسنين. فلما هتنزل ما مش هتنزل بمنتهى السهوله، هتاخد وقت علشان تنزل. طيب علشان تنزل لازم تمرين، بس التمرين لوحده مش كفايه. مهما لعبته من تمرين لازم نظبط اكلنا. اكتر حاجه بتعمل دهون البطن الاكل اللي مش مظبوط، او انا باكل وانام. يعني انا باكل وانام كده البطن بتبدا ان هي تكون دهون. طيب في حاجه تانية، انا باكل مقالي، انا باكل حلويات، انا باكل مخبوزات، كل دي هتعمل معانا دهون في البطن. طيب بالنسبه للناس اللي خلفت او الكلام ده كله، او ولادات قيصريه والكلام ده كله، برضو بتعمل بيبقى عندها مشكله في البطن، لان هي ما عرفتش ان هي بعد ما مرحله الولاده ان هي ترجع تظبط بطنها تاني، وسابت بطنها لغايه ما بقت البطن محيط البطن عالي جدا وبقى شكل البطن مش حلو. طيب الدهون دي في الحاله دي محتاجه ايه؟ محتاجه ان هي تعمل تمرين للبطن علشان تشد الترهلات بتاعه البطن بسبب الولاده والحمل والخلفه. تاني حاجه محتاجه ان هي تعمل نظام غذائي صحي كمان تمشي عليه. وتمارين البطن مش هتخسس البطن يا جماعه، وهقول تاني تمرينة البطن هي بتشد البطن علشان ما يحصلهاش ترهلات. احنا بنلعب تمرين كارديو، لان الكارديو هو اللي بيحرق يا جماعه الدهون عموما، مش الدهون بتاعه البطن وبس، الدهون عموما. يبقى احنا بنحرق الدهون بتمارين الكارديو، وبعدين بنبدا ان احنا نلعب تمرينة البطن علشان تشد معانا محيط البطن، علشان ما يحصلش ترهلات وتبقى البطن عامله زي الجيلي كده او قنديل البحر، ما تبقاش مشدوده وشكلها حلو. تمام؟ يبقى التمرين بتاع البطن يا جماعه مش هنلعبه لوحده، لازم نلعب معاه تمرين كارديو. تمرين الكارديو مع تمرين البطن هو ده يا جماعه اللي بيظبط محيط البطن بالوسط وبيظبط الدنيا مع نظام غذائي صحي. النظام الغذائي صحي علشان اظبط بيه لازم ان انا كل ما حافظت على ان انا ظبطت اكلي البطن هتبدا تنزل معايا. البطن بتتكون من ايه؟ من الكربوهيدرات الكتير. لو انا باخد كربوهيدرات كتير اكتر من اللي بيحتاجها الجسم في اليوم، كده هتعمل معايا دهون حوالين البطن ومنطقه البطن والاجناب. طيب تاني حاجه القولون. مش كل حاجه بطن، هو ممكن ما يكونش عندي بطن اصلا، او ممكن يكون عندي الاثنين، عندي بطن وعندي قولون، وكمان كنت حامل، وكمان في ولاده وحمل وخلفه. كل ده اثرت معايا. هي مش مشكله واحده، في ناس مشكله البطن معاها كبيره جدا، هي مش عندها حاجه واحده، عندها حاجات كتير جدا. فانا ببدا اعالج حاجه واحده واحده بالتدريج لغايه ما انزل البطن. هتاخد معايا وقت، هي مش في يوم وليله هتنزل. مش التمارين دهون البطن من الدهون العنيده، مش هتنزل بسهوله لانها اتكونت على وقت طويل جدا، وخصوصا لو في زي ما قلت لكم كذا حاجه، مش حاجه واحده بس هي اللي ادت لظهور البطن. البطن يا جماعه كل ما نزلنا البطن وبقت شكلها كده جميل ومتناسق وحلو، كل ما حافظنا على نفسنا وعلى قلبنا وعلى كل الكلام ده. ليه؟ لان البطن بتاثر على النفس، وكمان بتاثر على القلب، وبتاثر على الحركه، وبتاثر كمان على الفقرات القطنيه. البطن بتاثر ناس كتير عندها مشكله في الفقرات القطنيه بسبب ان محيط البطن عالي قوي. فلما البطن عليت اثرت على الفقرات، فهي ضغطت على الفقرات فعملت مشكله فيها او عملت ضعف فيها.
ناس مش كل حاجه في الفقرات القطنيه ممكن يكون ما فيش اي حاجه فيها، بس راجعه لايه؟ راجعه لدهون البطن، لان دهون البطن بتاثر على حاجات كتير في الجسم وممكن تؤدي للوفاه. كل ما كان محيط البطن عالي، الدهون عاليه، تكتم على النفس، على عضله القلب، وكمان على الفقرات، وهتاثر على حاجات كتير في الجسم. البطن هي الاساس يا جماعه، كل ما حافظنا على شكل البطن جميل ومتناسق وحلو، كل ما اختلف حياتنا بالكامل. ده كده كل الافاده عن البطن يا جماعه، لان ناس كتير سالتني على تمارين البطن، ودي تاني او تالت حلقه بنزلها، لان البطن مهمه جدا من العضلات المهمه في الجسم اللي انا لازم اهتم بيها حلو قوي. وحتى لو انا ما عنديش بطن عاليه لازم اعمل لها تمرين علشان احافظ على شكلها الجمالي، مش شرط يكون بعداد كبير، عشان افضل محافظه على شكلها الجمالي وعلى قوتها، لان عضله البطن عضله مهمه، هي العضله المقابله ليها اللي هي القطنيه. ودايما لما العب تمرينه البطن يا جماعه دايما اهتم ان انا العب العضله المقابله ليها، وهي تمرين للفقرات القطنيه. لما العب تمرينه البطن العب تمرين للفقرات القطنيه، العضله والعضله المقابله، علشان احافظ عليها وما تقلمنيش، وابقى انا كده عملت تناسق وتوازن وبالانس. وده هو البالانس اللي انا اتكلمت عنه قبل كده، والبالانس او التوازن ده مهم في كل شيء حتى في العضلات. ويا رب كده اكون افدتكم، وانتظروني في حلقه اخرى واكله وتمرينه مع كابتن وفاء فيفو. شكرا والى اللقاء لكل متابعيني في كل مكان، والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.